انا مينا صابر. كده فات 6 شهور من عمليه التكميم. انا كنت قبل العمليه 142 كيلو، دلوقتي انا 91 كيلو، يعني تقريبا خسيت حوالي 51 كيلو. كان اللبس طبعا تعبني جدا، بس بعد العمليه طبعا الموضوع اختلف معايا جدا. وصلت لمرحله ان وزني تقل جدا، ما بقتش عارف امشي، مش قادر اتحرك، ظهري ابتدى يوجعني، رجلي لما بقف كتير بتوجعني جدا. فعملت دايت برضو، ما عرفتش، خدت ادويه التخسيس برضو ما كانش ليها نتيجه معايا، غير ان هي يعني كانت بتعمل لي حاله من الاكتئاب ان انا مش قادر اوصل للوزن اللي انا عايزه. ففكرت في فكره العمليه، فدخلت على الفيسبوك قلت اشوف مين اللي يقدر اعمل معاه العمليه. فلقيت دكتور احمد المصري، كلمت العياده وحجزت معاهم ميعاد، ورحت قعدت اتكلمت مع الدكتور احمد وقال لي اللي هيناسبك فعلا عمليه التكميم، وطلب مني التحاليل. بعد كده عملت التحاليل. انا رحت يوم العمليه الصبح، قعدت في المستشفى، ظبطوا لي الدنيا كلها. وقت العمليه حتى لما دكتور احمد كان بيعمل العمليه ما طولتش، كان دايما بيطمن اهلي ان العمليه لا كويسه وهو هيبقى بصحته كويسه. كنت بتابع دايما مع العياده، وكنت بتابع على جروب واتساب اقول لهم اي مشاكل عندي، وكنت بتابع مع دكتوره التغذيه. قالت لي طبعا دخل اكل واحده واحده، قالت لي تلعب في البيت التدريبات اللي هم كانوا بينزلوا الفيديوهات بتاعتها على النت، وكنت بتابع مع الكوتش عشان اخس بطريقه صح وما يحصلش ترهلات لجسمي. انا مبسوط جدا بالقرار اللي انا خدته والرحله اللي مشيتها واللي لسه همشيها. انا بشكر الدكتور احمد المصري والفريق اللي معاه على تعبهم جدا معايا في العمليه.